الو. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونكم سيد؟ حياكم الله، ألف هلا. حياكم الله سيد. قبل فترة اتصلت بك ولكن كنت تقود السيارة فما أتاح لي أني تسمع صوتي بشكل جيد يعني. بالي. إيه سيد، سألتك قبل فترة، قلت لك عن حديث ذكرت أنت في حسينية، عن الصادق، بالي. عن جعفر الصادق، إن الله يرزق البلهاء ليري العقلاء. فأنت يعني ما جبتني، قلت هذا من مصدر معاصر وما فهمت حقيقة. بالي. أولا أعزيك وأعزي الأمة الإسلامية بشهادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غالب كل غالب، الإمام ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله: ضربة علي يوم الخندق تعادل عبادة الثقلين. هذا الإمام الذي طالما ذكره الله عز وجل في كتابه، هذا الإمام الذي لولاه بني الدين كما قال النبي صلى الله عليه وآله بسيفه وجهاده، الإمام الذي قال فيه جبرائيل: لا فتى إلا علي. نعم سيد. ولا نعم. سيف إلا إن لله وإنا إليه راجعون. ونحن نعيش في هذه الليالي يا سيد محمد، وخاصة هذه ليلة القدر المباركة، لأن الله سبحانه عز وجل جعل لها شأنا عظيم وقدرا كذلك عظيما، لأن أنزل الله عز وجل بها كتاب القدر. وهذا الكتاب طالما من ذكر علي بن أبي طالب سلام الله عليه ومزاياه ومواقفه بالنسبة للدين الإسلامي ومواقفه السامية، أعطاه النبي صلى الله عليه وآله زوجته يا سيد محمد دون الصحابة، لأنه أفضل الصحابة وأعظم الصحابة، يا سيد لأنه كما قال النبي يا سيد محمد تسمعني يا سيد محمد، مدينة العلم وعلي يا سيد محمد، فمن أراد الدخول إلى المدينة فليأتي هي من بابها. سيد محمد النقيب، وقال أفقهكم علي وأعلمكم علي. محمد. وقد قال الخليفة الثاني عمر بن الخطاب: لا أبقاني الله يا سيد محمد، ليس لها أبو الحسن علي. يا سيد محمد، يا سيد محمد، يا سيد محمد، يا سيد، يا سيد محمد اسمعني وانت تتكلم وحدك. المواقف وخاصة عندما يسألونهم اليهود أو النصارى كانوا يرجعون إلى هذا الرجل هذا العظيم. يا سيد الله يبارك فيك يا سيد. النبي يا سيد محمد وآله، لأنه كان تابعا يا سيد محمد تبع الفصيلة أثر أمه. استمعنا مع بعض إلى هذا الاتصال بالسيد محمد النقيب، جيد، الذي يفترض أن يكون سيدا. قلنا له: أنت ذكرت نص عن الصادق أن الله يرزق البلاء ليرى العقلاء في حسيني، جيد، وهذا نستمع بعض إلى المقطع. الرزق هي بيد الله، ولذلك كلمة جميلة للإمام الصادق سلام الله عليه، يقول: إن الله عز وجل يرزق البلهاء ليري العقلاء. أبله وبعض الناس شيء أبله، يعني كل شيء الواحد من الاثنين ما يعرفه، لكن سبحان الله الله عز وجل. هذا الآن نحن استمعنا إلى المقطع. لما سألت السيد، هذا السيد محمد النقيب، عن هذه الرواية، قلنا له: أين مصدر هذه الرواية؟ لأن لا وجود لها في كتب الشيعة، هذه الرواية لا وجود لها في كتب الشيعة. فالسيد يريد أن يعطينا خطبة في وفاة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال فلان وقال علان وقال. إيش علاقتنا وقال؟ أنا سؤالي عن هذه الرواية عن جعفر الصادق، ما سؤالي، ما قلت لك أعطينا خطبة. هذا هو واضح الكلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا شيخ ابحث أنت عن كلام هذا السيد اللي مسوي نفسه سيد. هذه الرواية لم تجد لها أثرا أبدا، وهو في التسجيل الأول وهو موجود، سأعرضه عليكم الآن، يقول: وجدته هذه الرواية في مصدر معاصر. أنت ذكرت رواية عن الصادق يقول أن الله عز وجل يرزق البلهاء ليري العقلاء. تعرف هذه الرواية يا سيد محمد نقيب؟
بالي. إيه هذه مش موجودة في كتب الحديث يا سيد محمد. بالي. مش موجودة، لا وجود لها في كتب الحديث الشيعة. موجودة مو بالكتب المعتبرة. أين؟ عندنا أحد مؤلفينا المعاصرين يذكر هاي الرواية. أين؟ في أي كتاب؟ ألو. في أي كتاب يا سيد محمد؟ ألو. في أي كتاب يا سيد محمد؟ مصدر معاصر. شوفوا الكارثة والطامة الكبرى، يعني هو يأخذ من مصدر معاصر لا أصل له في المصادر الأولى. مصدر معاصر، هل هو أخذ من جعفر الصادق مباشرة؟ ما هذا على ماذا يدل يا الشيعة؟ هذا يدل على الكذب على أهل البيت. هؤلاء اللي مسوين أنفسهم سادة، هؤلاء كذب على أهل البيت، وهذا أكبر دليل أمامكم الآن. ونسأل الله أن يهديكم إلى الحق إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.